رمضان مبارك علينا وعليكم. كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير. رمضان يعني لمة العيلة، يعني ريحة الأكل وطعمه بيبقى حاجة تانية، يعني صوت الأذان اللي بنستناه من السنة للسنة. رمضان فيه كل حاجة مختلفة. تعالوا مع بعض نشوف عملنا ايه أول يوم رمضان. عملنا أحلى صينية لعزومة رمضان. بس خلينا الأول نقول مع بعض: اللهم كما بلغتنا رمضان فبلغنا فيه ما نتمنى، واكتب لنا فيه فرحا يليق بكرمك، وبركة تمتد في أعمارنا وأعمار من نحب. يلا بقى علشان احنا ايه مستعجلين. طبعا الراعي الرسمي في كل بيت مصري البط والمحشي. هنبتدي أول حاجة بالبط. البط طبعا بنغسله كويس جدا أو ننقعه في المحلول بتاعه اللي هو الملح والسكر، شرايح من البرتقان، ليمون، معلقة من الطحينة، ورق لورو لو متاح، قرنفل. كل المنكهات دي بتدي طعم خطير للبط. خلاص نقعناه ونشفناه وغسلناه ونشفناه. هنجيبه بقى كده ونعمله تتبيلة بسيطة جدا، عبارة عن بصل وفلفل وطماطم. ضربتهم كويس جدا في الكبة. بعد كده هنحط بقى معلقة كبيرة من الملح، معلقة صغيرة من السكر، معلقة طبعا ده أساسي الفلفل الأسود، ممكن معلقة من بهارات الفراخ. دعكتهم كويس جدا، اسمها مرتل، الموضوع ده كده اسمه مرتل. ادعكي كويس جدا. وبعد كده بقى هنجيب البطة، هنعمل لها بقى مساج بالتتبيلة دي. انا بحب اعمل التتبيلة دي ممكن قبلها بيوم، ممكن قبلها بساعتين 3 كده. بجيب كده واعمل تشريحات في البطة عشان تتشرب كل التتبيلة. هنبتدي بقى كده نتبلها كويس جدا جوه وبره، وفي التشريحات دي تحاولي كده تدخلي في التتبيلة. خلاص هنا بقى انا كنت عملت التتبيلة قبلها وسايباها. يلا بقى على النار كده هاتي صينية حطي فيها معلقتين كده محترمين من السمن، وابتدي بقى ادي كده صدمة للبط. مش عايزة اقول لكم بتنقل البط في حتة تانية خالص، بتدي طعم خطير بجد يا بنات للبط. خلاص هنديها صدمة كده ونخلي اللون الجميل اللي حضراتكم شايفينه. هنكون بقى محضرين حلة على النار فيها مية، وبرضه هنعمل نفس ذات التتبيلة: فلفل اسود ببصل، وممكن طماطم، ورق لورو، مكعب ماجي لو حابة، شوية ملح، شوية سكر، بس كده برضو. بعد كده نسقط البط. خلاص ونسيبها بقى تستوي مع نفسها. تعالوا بقى نعمل أول حاجة، نعمل خلطة الممبار. أيوة هنعمل ممبار. هنبتدي بقى بخلطة الممبار، وهقول لكم حتة تركية في الممبار بتنقل الممبار في حتة تانية. ادي الممبار، طبعا جايبينه وغاسلينه كويس جدا. طبعا عايزين نسهل الفيديو، حضراتكم شطورات امورات في الغسيل. طبعا مغسول بملح وخل وسكر، نفس المحلول الملحي بتاع كل الطيور وكل الايه، الممبار والفراخ والحاجات دي. طبعا انا هنا هعمل 2 كيلو، فهجيب 2 كيلو رز. كتري جدا بقى في الخضرة، خضرة كتير، ممبار يعني خضرة كتير، يعني كده حزمتين من كل نوع من الخضرة. وبعد كده بصل بقى، كتري بصل، كتري بصل فيه. وهنا معايا 2 كيلو من الطماطم. كيلو انا بعمله صلصة بزيت على البوتاجاز وطماطم مضروبة في الخلاط. الكيلو التاني بحب اقطعه، حضرتك ممكن تضربيه في الكبة. ومعايا بقى هنا التركية: معلقة من التوم، معلقة من هريسة الشطة لو متاحة، شوية شطة كده، ممبار يعني شطة. وبعد كده بقى بدعوكم كويس جدا جدا مع البصل كده. والتوابل بتبقى عبارة عن فلفل اسود وكمون وكزبرة ناشفة. وطبعا هتظبطي ملحك. اخلطي بقى الخلطة دي وشوفي الجمال وشوفي طعم الممبار. هنبتدي بقى نحشي الممبار. احنا حشينا ممبار كتير، بس هقول لكم احنا بقى النهارده هنعمل ممبار بوبس وممبار عادي. بصوا بقى، الممبار البوبس بتسيبي الممبار طويل زي ما هو، ما بتقطعيهوش. وطبعا الممبار العادي احنا بنقطعه التقطيعه اللي حضرتك تحبيها. هتمسكي بقى الشريط كله تحشيه كده رز، وبعد كده هتبططيه زي المسطره علشان ما يفرقعش معاكي. وهتجيبي بقى الخيط كده، هتعملي يعني مقدار كده عقلة صباع او اكبر شوية، وتربطيه كويس جدا. لازم تربطي الخيط كويس جدا علشان ما يفكش منك، ومش هيبقى بوبس خالص. خلاص حشيناه هنا. وبعد كده جبنا الخيط. بصوا ابتدينا بقى نربطه، بربطه كويس جدا. كل جزء بربطه وبقطع الخيط، يعني ده للأمان. بصوا بقطعه يعني كل جزء متساوي. طبعا مع ان انا لازم ابطط فيه زي المسطرة كده. بصوا الشرح موضح اكتر من الكلام. الخيط ممكن تعمليها يعني مقاس كده عقلين صباع، عارفين العقل بتاعت الصباع كده، عقلين منه، لانه المنبار بيكش شوية.
بس كده هتعمليه، تبططي وتربطي بالخيط وتقطعي الخيط وترجعي تكرري العملية تاني لحد ما تخلصي الشريط بتاعك بتاع الممبار. سهل جدا يا بنات، بس اهم حاجة فيه لازم تربطيه كويس جدا علشان ما يفكش الخيط، هيفرقع معاكي، وكمان مش هيديكي الشكل اللي احنا عايزينه. طبعا الممبار العادي حضراتكم عارفين احنا بالصباعين، وتقومي فاتحة الممبراية وحشياها كده وبرده مبططاها زي المسطرة. اهم حاجه تبططي عشان ما يبقاش الرز كتير. بصوا هنا شكل البوبس اللي احنا عاملينه خطير، كمان لما يستوي انا بوريكم اهو. وطبعا بقيه الممبار العادي عملناه بقى بالطريقه التقليديه العاديه. خلصنا بقى كميه الممبار، حله على النار فيها ميه، هنحط برده فيها بصل، شرايح من الطماطم، شرايح من الجزر، برده المنكهات بتاعتك كده، معلقه من السكر، معلقه كبيره من الملح، او طبعا تظبطي ملحك حسب ما تحبي. ميه هتغلي كويس جدا، هتبتدي بقى نسقط كده في الممبار. هنا طبعا الممبار كان استوى معانا، خرجناه، يعني بياخد من ساعة، ساعة الا ربع كده لساعة. بصوا، بسم الله ما شاء الله، خطير. وكمان لما نحمره هيبقى خطير خطير خطير. كمان كانت البطة هنا استوت، خرجناها. هنبتدي بقى اقول لكم عملت محشي الكرنب ازاي. هنا الكرنبايه الجميله بتاعتي، انا ما بحبش اجيب الكرنبه تكون مكتومه، انا بحبها تكون ايه، مهويه، دماغها مش مريحه، لا مهويه كده. يعني ايه؟ تعرفي حضرتك اول ما تشيلي، بصي الراس بتاعتها تحس ان الورق بيسقط كده لوحده. نبتدي بقى بالسكينه كده، نحاول كده نسلك كده بقيه الراس من جوه. حضراتكم فاهمين طبعا. بس كده تبقى الكرنبة خارجة معاكي لوز اللوز. طبعا حاطين مية على النار تغلي كويس جدا، بحط في المية معلقة من السكر، معلقة من الملح، نص معلقة من الكمون. وبعد كده هننزل بقى بكام ورقة، دي أسهل طريقة. كم يعني، ورقتين 3 ورقات مع بعض، ورقتين 3 ورقات مع بعض على حسب الحلة اللي مع حضرتك. كل جزء بياخد يعني، كل وش بياخد مش اكتر من 10 ثواني. مجرد بس كده ما تغلي تقلبيها على الوجه التاني، بتاخد برضو 10 ثواني. وبعد كده تخرجيها على طول. انا ماما معلماني ان انا اخرجها على ميه بارده. اول حاجه ان انا بوقف عمليه السلق، تاني حاجه بتقول لو في يعني مكان بقى الارض والرش والكلام ده، بتنضفي كده الايه، الميه بتبقى حلوه انك بتنضفي الكرنب بيها. هنا بقى بنقطع الكرنب، اسهل طريقه للتقطيع اللي انا بحبها، ورقه كده، وبقوم شايله العنقود ده اللي فوق، وبلفها كده، بلفها زي رول، واقطعها بقى التقطيعه اللي تناسبني. سهله جدا، بصوا، وبتنجز معاكي. ممكن كمان تحطي ورقتين على بعض بيبقوا نفس المقاس، تشيلي العنقودين مع بعض وتقومي مقطعاها حسب التقطيعه اللي حضرتك تحبيها. بصوا يا بنات، انا بحب اعمل في الشتاء بالذات محشي الكرنب ده قبله بيوم، يعني قبله بليله كده بعمله. طبعا بسهل على نفسي لاني هعمل كذا صنف، فبسهل على نفسي بعمل يعني انا الكرنب ده عملته قبلها بليله، سلقته وعملت كل الخلطه بتاعته وحشيته كمان وحطيته في الايه، في التلاجة. انا بقول لكم اللي انا عملته. بس كده خلاص قطعنا الكرنب، تعالوا بقى نعمل خلطه جباره، خلطتي المعتاده اللي عمري ما هغيرها. طبعا بعمل الصلصه بزيت وطماطم مضروبه في الخلاط. تركايتي ايه بقى يا بنات؟ انا لما بسبك الطماطم بزيت وطماطم مضروبه في الخلاط، بجيب اول كده ما تبتدي بقى تتسبك. يعني ايه تتسبك يا رودي؟ يعني الزيت يبقى فوق وش الصلصه. بجيب شويه خضره من اللي انا خرطاهم وغسلاهم وارميهم كده في التخديعه دي مع قرن فلفل حراق، واضربيه كويس جدا وحطيه في الصلصه، وسيبيها تقلبتين كده، واطفي عليها. مش عايزه اقول لكم بتنقل المحشي في حته تانية. طبعا انا هنا بعمل البصل ما بقليش، زي ما حضراتكم شايفين بكتر في البصل، يعني 4 بصلات كبار كده. وبعمل لها بقى مرتة بقى بفلفل اسود وكمون وملح. انا ما بحطش على المحشي غير فلفل اسود وكمون وملح، ممكن معلقة صغيرة من الكزبرة، يعني انا هنا حطيت معلقة صغيرة من الكزبرة. طبعا خضرة غسلتها، رز غسلته، وابتديت بقى ايه خلطتي الخطيرة. بحب انا اكتر الزيت قوي يا بنات، يعني مش كتير قوي، يعني ايه، الزيت يبقى حلو فيها كده، بيفلفل الرز وبيديله طعم. شوية شطة بقى، وبس كده. خدي احلى خلطه. مش عايزه اقول لكم بقى، لا بتعمل حرقان على الصدر، لاني انا ما بقليش خالص البصل. جربوها وصدقوني مش هتندموا. هنا بقى اخدت جزء، وهنبتدي بقى هحشي الكرنب. هنا الحله بحط فيها شرايح من الطماطم، شرايح من البصل، ممكن شرايح من الفلفل. عارفين العناقيد بتاعه الكرنب انا بقطعها واحطها برضو في الحله. هنبتدي بقى نحشي. انا عشان البنات اللي لسه داخلين المطبخ جديد، بتمسكي الورقه وتحطي شويه قليل من الرز
وبعد كده ما تخليش الرز بتسويه، ما بتخليهوش يخرج من الجناب او ما يوصلش للجنبين. بعد كده بتلفيه كويس جدا، بيبقى سهل كده. انا بقى بعمل ايه؟ بحشي لفه بالطول، يعني رصه بالطول ورصه بالعرض. خلصت هنا الكرنب، يلا بقى على ورق العنب. ورق العنب اللي احنا كنا مخزنينه مع بعض، انا بخرجه من الفريزر، ما بخليهوش يفك يا بنات، على الميه على طول الساقعه. وبكون محضره ميه على النار، اول ما تغلي بحط فيها ليمون او اعصر فيها ليمون، وكمان نص معلقه من الكمون وشويه من الزيت. الزيت بيخلي الورقه تلمع معاكي كده. خرجته وغسلته. بصوا انا بسرع معاكم الفيديو عشان ما اطولش عليكم الفيديو. وخدت جزء من الرز وابتديت احشي ورق العنب زي ما حضراتكم شايفين كده، برضو رصه بالطول ورصه بالعرض. الحله ببقى حاطه فيها شرايح من البصل وشرايح من الطماطم، وانا ما بعملش شرايح ليمون، انا بحب اعصر الليمون. خلصنا هنا ورق العنب. تعالوا بقى هنبتدي بقى نعصر ليمون عليه، ولو عند حضرتك دبس رمان مش عايزه اقولك بيدي طعم خطير. رشه كده من دبس الرمان. طبعا شوربه بتغلي على النار. هنبتدي بقى نعمل ايه؟ نسقي ورق العنب ونسقي كمان الكرنب. حطي بقى طبق كويس جدا، يكون طبق صيني، علشان الورق العنب او الكرنب ما يفكش معاكي، وكمان بيوزع الشوربه على الحله مظبوط. دي برضو ماما الله يرحمها كانت معلمها لي. طبعا هنا غليت الشوربه وحطيت وعصرت فيها ليمون كمان يا بنات. ظبطت الحدق كويس جدا، وابتديت بقى هزي كده في الحله، وخلي بس الشوربه تغطي لحد الصباع، يعني لحد اول رصه. ورق العنب كتري كده الشوربه شويه، خليها بس ايه، تغطي اول رصه. وخلي برضو الطبق وحطيها على النار. نفس القصة بنعملها في ايه؟ في الكرنب. هنجيب بقى الكرنب. هقول لكم تركايه كده، لو عند حضرتك معلقه سمنه بلدي حطيها كده فوق الوش. مش عايزه اقول لك بتخلي طعم الكرنب، بتخليه طعمه خطير. الشوربه هنا طبعا بتغلي على النار، بنظبط حدقها، وضفت فيها معلقه من الصلصه. بس كده. بصوا برضو الشوربه بنخلي لحد اول صف كده، يعني ما توصلش لاول صف في الكرنب. وانا كان هنا باقي رز، عملت محشي بصل. ممكن حضراتكم لو تحبوا اقول لكم طريقته اكتبوا لي في الكومنت. خلاص كده هنبتدي بقى نحط برضو نفس ذات الطبق، بيظبط الكرنب ما بيخليهوش يفك معاكي. هنبتدي بقى كده نحمر البط. هقول لكم بقى تتبيله خطيره وانت بتحمري البط. معلقه من الصلصه، معلقه لو عند حضرتك من بهارات الفراخ، انا هنا ضفت كمان معلقه من العسل، معلقه من دبس الرمان، عصره كده من البرتقال لو متوفر، وعصره من الليمون، شويه فلفل اسود، وظبطي كده سنه بسيطه من الملح. قلبي كويس جدا. ابتدي بقى ادهني في البطه العالميه دي، ورشي كده معلقه من السمنه البلدي، وابتدي دخليها تحت الشوايه. مش عايزه اقول لكم التتبيله دي بتدي طعم خطير للبط. وهنا كمان كنت بحمر الممبار. حمرت الممبار في زيت غزير، وكمان بحب كده يبقى مقرمش معايا، بنشفه شويه. وتعالوا بقى نعمل سمبوسه خطيره. ميكس من الجبن، اي جبن عند حضرتك. وبس هنبتدي بقى نلف السمبوسه بالطريقه المعتاده، وكمان هي كمان هنحمرها. يلا بقى معانا اخر حاجه الملوخيه. يلا حلة على النار، حطي فيها توم مع فلفل طبعا ضاربينه في الكبة، وطماطمايه، نص طماطمايه ابشريها. مش عايزه اقول لك التركايه دي، وحطيهم كده في الحله من غير اي ماده دهنيه لحد كده ما تنشف معانا. وابتدي بقى انزلي بالشوربه. وبعد كده هننزل بالملوخيه، طبعا مع رشه بسيطه من السكر، وطبعا مظبطين ملحنا. مش عايزه اقول لكم ملوخيه عالميه. جربوها وعلى ضمانتي. انا ما بخليش الملوخيه تقلب، يا دوبك بس كده من الجناب تبتدي خلاص هتغلي، بطفي عليها واسيبها كده مع نفسها، بتبقى خطيرة خطيرة. خلاص بقى يلا نطبق الصينية الخطيرة دي. يلا بقى مع بعض نطبق الصينية الخطيرة دي. طبعا نزلنا ببطل الحلقة البط، وين هنا كمان كنت عاملة فرخة بلدي كنت حاشياها خطيرة. انا بس هقول لكم بقى عشان ما اطولش عليكم الفيديو، هبقى اقولها لكم في وصفة تانية. بعد كده نزلنا بقى بمحشي الكرنب، وجنبه بقى محشي البصل الخطير ده العشق بقى يا بنات، وكمان ورق العنب. ونزلنا بالسمبوسة، ونزلنا بالممبار، ممبار البوبس والممبار العادي. زوقتها كده بشرايح البرتقال. وكمان انا عملت كنافة خطيرة، وعملنا الملوخية الخطيرة، وعملنا سلطة الزبادي، عملنا العصاير. كل ده طبعا هنزله لكم في حلقات منفصلة علشان بس الفيديو ما يطولش على حضراتكم. ايه رأيكم بقى في صينيتنا الخطيرة دي، صينية اول يوم رمضان؟ كل سنة وحضراتكم طيبين وبرمضان متهنيين. احنا عاملين حاجات كتير معاها، عاملين كنافة خطيرة، وعاملين عصاير، وعاملين سلطة زبادي. وبقول لكم بقى الاكل جميل جدا، بتمنى تجربوه بالطريقة دي. بصوا البط دايب يا بنات، والتتبيلة دخلت فيه ومخليه ليه طعم خطير. وكمان الممبار
والفراخ، كل حاجة كانت خطيرة. بتمنى تجربوها بطريقتي ويا رب تنال إعجابكم، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.